غياب عبد الله بسبب الطرد كان عنده مشكل اكثر، لكن كما قلت هناك دائما الحلول تاتي من لاعبين الوسط، بعض اللاعبين الاحتياطيين. تقول هازار اليوم شاهدنا الشوط الاول لكن الشوط الثاني كان افضل، كان نتائج جميله. هذه قوه هازار دائما يكون في المكان المناسب. وسط الملعب كان كذلك جيد مع حريمات، كذلك مع سعدان كان مهم جدا كذلك في خط الخلفي مع اللاعب الفتيني اللي قدم الى غايه الان اعتقد ان واحد افضل اللاعبين، بالاضافه للاعب بسوط اللي في اعتقادي هو الافضل كان كظهير ايمن اليوم اللي كان يعطيك دائما اضافه وتسديد الهدف. كابتن رضوان، فيما يتعلق بالمنتخب السوري اليوم تابعنا المنتخب لم يسجل، لم يصنع فرص كثيره خلال هذه المباراه. هل افكار المدرب خسلان الهجوميه ترتكز بشكل كبير على عمر الخريبي، وبالتالي عندما غابت الحلول اليوم؟ اكيد يعني شاهدنا من خلال 3 مباريات عمر الخريبي صنع الفارق مع المنتخب وسجل هدفين.